الحمد لله الواحد الأحد، قسم الأرزاق ولم ينسى أحد. الحمد لله الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو المحمود جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله. وبعد، انتهى بنا المطاف إلى الحلقة الأخيرة من شرح وبيان تقريب الرسالة التبوكية. وما هذا التقريب إلا تسهيل لدراسة الرسالة التبوكية، وهذا المشروع لتسهيل علوم ابن القيم للكبار والصغار، الرجال والنساء، المعلمين والمعلمات، الأبناء والآباء، المثقفين وكل فئات المجتمع التي تحرص إلى أن تسير إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة. ذكرنا في الدرس الماضي أن القسم الثالث من أقسام الرسالة التبوكية هو كيفية السفر إلى الله تبارك وتعالى من بطن الأم إلى بطن الأرض. وابن القيم ذكر لقوة السفر وللسفر إلى الله تبارك وتعالى لابد من 7 أشياء. 1، ذكر القافلة والتعاون على البر والتقوى. 2، ذكر زاد السفر العلم. 3، ذكر طريق السفر الهمة العالية والصبر والاحتساب وفقه النفس. ذكر 4، وده مهم جدا، ذكر مركب السفر أو مركب السفر، وهو صلاح القلب وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. هنا في هذه الحلقة سيتكلم عن الشيء الخامس، وهو دليل الطريق. ما هي البوصلة التي تضبط لك الطريق إلى الله عز وجل كي لا تنحرف يمينا ولا شمالا؟ قال لك البوصلة هي كتاب الله، المصحف. أعظم ما ينبغي أن يهتم به المسلم في الأرض المصحف، القرآن الكريم. قال ابن القيم: رأس الأمر وعموده في السير إلى الله القرآن الكريم. لذلك يا إخواني، رقم 5، دليل الطريق والبوصلة الموجهة للصواب في الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، في الهجرة إلى الله ورسوله القرآن الكريم. قال ابن القيم: ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله، الاشتغال بالقرآن، حيث يستولي الاشتغال بالقرآن والآيات على الفكر وتشغل القلب. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الأمير المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح. مسألة مهمة جدا، وهي الاشتغال بالقرآن الكريم. أقرب لك ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم بيقول لك: أنت جمهورية نفسك، أنت دولة. أي دولة لازم يكون لها قصر رئاسة يدير شؤون الدولة. طيب، لو أنت دولة، ما هو قصر الرئاسة؟ دماغك هو قصر الرئاسة اللي بيدير الدولة بتاعتك، جسمك. طيب، قصر الرئاسة ده لازم يكون في رئيس، هو يقعد على الكرسي وهو يحرك وياخد القرارات. يقول لك خلي بالك بقى، الرئيس الذي سيجلس في قصر الرئاسة، ابن القيم يقول لك ركز، الرئيس الذي يجلس في قصر الرئاسة ويدير الجمهورية ويدير الدولة هو المصحف. فالمصحف يجلس على كرسي الرئاسة اللي هو العقل وقصر الرئاسة ويدير الدولة كلها. فلو تمكن هذا الرئيس، تمكن المصحف من فكر الإنسان وقرارات الإنسان، قاده المصحف إلى سعادة الدنيا ونعيم الأبد. نصيحة: اجعل رئيسك المصحف يقودك إلى سعادة الدنيا ونعيم الأبد. اجعل قراراتك القرارات من المصحف تجعلك أسعد الدنيا، أسعد الناس في الدنيا والآخرة. ده معنى كلام ابن القيم. حتى قال: فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الأمير المطاع، صار المصحف هو الأمير الذي تتوجه بتوجيهاته وتمتثل قراراته، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح. نصيحة في هذا الموطن: أنصح نفسي وأنصح كل مسلم ومسلمة بالاشتغال بكتاب الله عز وجل. ويا أهل الإسلام، يا إخواني، يا آبائي، يا إخواني، يا أخواتي، يا أبنائي، يا أهل الإسلام، الاشتغال بالمصحف ليس قاصرا على الحفظ فقط. الحفظ من أهم أنواع الاشتغال، ويرتقي الإنسان في الجنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صح، من أعظم أنواع الاشتغال الحفظ، ولكن الاشتغال ليس قاصرا على الحفظ، هناك أنواع أخرى. هناك الاشتغال بكتاب الله تعظيما، نعظم كتاب الله. الاشتغال بكتاب الله سماعا، أسمع القرآن. الاشتغال بكتاب الله تلاوة، قراءة، أقرأ القرآن في اليوم والليلة، في كل يوم، في كل أسبوع. الاشتغال بكتاب الله تعلما وفهما، أفهم القرآن وأتعلم معانيه، أتعلم المصحف وأتعلم معانيه ومقاصده سورة سورة. الاشتغال بالقرآن تدبرا، أفلا يتدبرون القرآن. الاشتغال بالقرآن عملا، أعمل بالقرآن. الرسول كان خلقه القرآن، يعمل بالقرآن. الاشتغال بالقرآن تعليما، أعلم القرآن. اشتغال بالقرآن تحكيما، أن نحكم القرآن. الاشتغال بالقرآن استشفاء، أن نستشفي بالقرآن. أنواع الاشتغال بالقرآن كثيرة جدا. يا ريت نعمل مسابقات في العمل بالقرآن زي ما بنعمل مسابقات في حفظ القرآن. يا ريت نعمل مسابقات في تفسير القرآن ومعرفة مقاصد القرآن زي ما بنعمل مسابقات في حفظ القرآن. يا ريت نعمل مسابقات في تدبر القرآن. يا ريت نعمل مسابقات في سماع القرآن مع الأطفال في البيت. يا ريت نعمل مسابقات في قراءة القرآن زي ما بنعمل مسابقات في حفظ القرآن. يعني يا ريت نعمل مسابقات في تحكيم القرآن. يا ريت نعمل مسابقات في الاستشفاء بالقرآن. يا ريت نعمل مسابقات في الاشتغال بكل أنواع الاشتغال بالقرآن الكريم. وهذا من النصيحة لكتاب الله، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله. قال الإمام النووي وابن القيم وغيرهما: النصيحة لكتاب الله، النصيحة له سماع، والنصيحة له تعظيم، والنصيحة له قراءة، والنصيحة له عمل، والنصيحة له استشفاء، والنصيحة له تحكيم ونحو ذلك. القرآن، العمل بالقرآن لوحده مسألة مهمة. القرآن يدخل البيوت، يصلح بين الرجل والمرأة. القرآن يروح الأفراح، يقيم الأفراح على الحق وترك الباطل. القرآن يروح المياتم، يخلي الناس تتعلم التعزية الصحيحة. القرآن يروح البنوك، يعلم الناس إزاي تتعامل بالمعاملات الحلال. القرآن يروح التعليم والجامعات، يعلم الناس إيه الحلال والحرام وإيه الصح والغلط في التعليم. القرآن يدخل الصناعات. القرآن يمشي في الشارع، يعلم الناس إيه الصح وإيه الغلط وإيه الحلال وإيه الحرام. المصحف ينبغي أن يكون في كل شبر في الأرض. هو ده الاشتغال بكتاب الله، هو ده حقيقة فعلا التمسك بالقرآن، ليس حفظا في الصدور وفقط. ما نحبسش القرآن في صدورنا وانتهى الأمر، لا، لابد الأمر يسير في كل شبر في الأرض. هذه مسألة مهمة جدا. قال: فإذا قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه. وابن القيم ذكر في أصل الرسالة التبوكية طرفا من ذلك فليراجع. الأمر السادس وهو أمر مهم جدا، يعني ابن القيم ذكر: أيها السائر إلى الله، يا أخي يا أختي، أعمارنا ثلج يذوب. هات له ثلج ضعه على يدك. عمرنا ثلج يذوب. طب إذا كان العمر، عمري أمامي مثل لوح الثلج يذوب، ماذا أصنع في مرحلة الذوبان؟ سر إلى الله، اجعل لك غاية، وهي حق الله الجنة، وحق الله العبودية، وحق الناس، إقامة حق الناس. اجعل لك غاية الجنة ورضا الله. طيب، اجعل لك منهج، عمرك بيدوب قدامك، منهج كيف تصل به إلى غايتك إلى الله. طيب، عمرك بيدوب، اجعل لك وسيلة تحملك إلى أن تذهب إلى الله، وعمرك بيضيع قدامك، وعمرك بيسيح قدامك. هذه مسألة مهمة. فابن القيم قال لك في مرحلة الذوبان دي سر إلى الله من بطن الأم إلى بطن الأرض. طب إيه اللي يساعدك؟ قال لك لازم من قافلة وتعاون على البر والتقوى، لازم من زاد، لازم من طريق، لازم من مركب، لازم من عمود وتوجيه يوجهك ودليل للطريق. المصحف رقم 6 معانا مهم جدا. قال: الرفيق. وانت سائر إلى الله لابد لك من رفيق، أخ صالح، علماء، طلاب علم. رفيق مهم جدا في السير إلى الله عز وجل.
واحد لما تحزن يطلعك من الحزن اللي جواك، واحد لما تقع يشيلك، واحد لو انت اتلوثت يغسلك وينظفك. الله، ايه يا عم الكلام ده؟ ابن الشيخ ابن تيمية ليه كلام جميل جدا معناه، يقول: المؤمن للمؤمن كأحد اليدين تغسل إحداهما الأخرى. كل ابن آدم خطاء، كلنا بنغلط. عايز واحد يساعدك انك تطلع من غلطك، ما تتكبرش ولا تركب دماغ ولا تفكر ان انت ملك عايش على الارض. لا، ما انتش ملك ولا حاجه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. ممكن واحد يغلط في باب العلم، ممكن واحد يغلط في باب النساء، ممكن واحد يغلط في باب المعاملات، ممكن واحد يغلط في باب الارحام، ممكن واحد يغلط في باب التعامل مع زوجته، ممكن واحد يغلط مع اصحابه. فلما يكون عندك واحد ينصحك ويوجهك من صديق صالح، من اهل علم، اهل فضل، دايما تكون صح بهذه الطريقه. فالرفيق مهم جدا. ده انت ممكن تغلط مع نفسك وتكون كسول، ممكن تغلط مع نفسك وتكون مثلا تفرط في الطاعه، واحد ينقذك. فالاخ الصالح منقذ من وسائل الانقاذ للانسان. ابن القيم ذكر هنا الرفيق، دي مساله غايه في الاهميه جدا. ماشي الحال؟ هقول لكم معلومه مهمه جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام ركز في المعلومه دي وحطها في مربع سماها المربع المفيد. وانا بشرح كده، انا معلم وانا بشرح، لو في معلومه اضافيه بقول للطلبه اعمل مربع مفيد. في المربع المفيد اقول لك المعلومه دي بقى. ايه المعلومه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه. موضع الصوت العصا التي يضرب بها البعير. موضع الصوت يعني مكان قليل جدا، يعني قول بتاع مثلا، يعني اقصى ما يكون مثلا 20 سنتي عرض في 2 متر طول، قد ايه يعني؟ حاجه بسيطه. الرسول يقول: لموضع صوت احدكم في الجنه، واقل من ذلك بكثير، لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. طيب، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كان له كمن أعتق 10 رقاب. طيب، لو في أخ في الله لك صديق صالح، رفيق صالح، كل يوم يحثك على الذكر، يحثك إنك تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، يحثك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، يحثك على الاستغفار 100 مرة، يحثك على قراءة القرآن، يحثك على قيام الليل، يحثك على المحافظة على الصلوات. الأخ ده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده تغرس لنخلة في الجنة. فهذا الأخ يساعدك أن تكون من أهل الجنة. فالذي يساعدك أن تكون من أهل الجنة يساعدك أن تفوز بما هو خير من الدنيا وما فيها، لأن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خذ القاعدة بقى: من يعاونك ومن يريدك أن تفوز بما هو خير من الدنيا وما فيها هو عندك خير من الدنيا وما فيها. يبقى نقول ما يدلك، الأخ الصالح الذي يدلك على خير من الدنيا وما فيها، الجنة يعني، هو خير من الدنيا وما فيها. لذلك الأخ الصالح أغلى إنسان في هذه الدنيا، الصالح الصادق. مسألة مهمة جدا. إذا رزقك الله عز وجل أخا صالحا اعرف إنك أغنى الناس، أحسن من 10 مليون دولار، أحسن من 100 مليون دولار، أحسن من الدنيا وما فيها، لأنه حريص على جنتك وحريص على أن تكون في موضع خير من الدنيا وما فيها. عشان كده ابن القيم لما يتكلم عن الرفيق تقول له: هو ليه بيتكلم على الرفيق مع انه تكلم عن القافلة؟ ما القافلة ده شيء كبير، انما الرفيق ده واحد قريب منك قوي، ده واحد بيساعدك قوي، ده واحد انت هو كالعينين في الرأس، ماشي الحال، كاليدين تغسل احداهما الاخرى. فدي مسألة مهمة. قال ابن القيم: ان القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر. فالمطلوب في هذا الزمان، ده في زمان ابن القيم يعني في القرن الثامن الهجري، بيننا وبينه 7 قرون ونص، بيقول في الزمان ده، فبالك بزماننا. فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. إذا وجدت إنسانا صالحا
يريد أن يعينك على الفوز بالجنة، اعرف أن هذا غنيمة، نعمة من الله لا تقدر بثمن، خير من الدنيا وما فيها. ولا ينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا. فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. يقول لك خلي بالك، طب نفرض واحد عايش في مكان دولة أوروبية، في دولة مبتدعة، في دولة زي إيران مثلا، دولة كلها شيعة وحالتها كرب. لو عايش مثلا في بيئة مثلا يعني أرستقراطية كلها بتدور على الوضع الدنيوي والكلام ده كله، علشان ما لاقيش واحد يساعده يسيب الطريق ويقول لا، امشي في طريق طلبك، كما قال الفضيل بن عياض: امشي في طريق الحق ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، كما قال سليمان الداراني: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. غلام الأخدود أسلم وقاوم دولة كاملة، وقاوم الملك والوزراء، وقاوم العالم كله، وآمن بالله ومات مسلما. فتية الكهف تركوا دنيا بأكملها وأصروا على الفرار إلى الله عز وجل، فدي مسألة غاية في الأهمية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سيدنا علي بن أبي طالب ترك ملة أبيه أبو طالب واتبع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غلام صغير. إذا كان الغلام الصغير ثبت وترك والده، إذا كان الأطفال بيتبعوا الحق ورجالة في التمسك، يبقى أنت أولى. طيب آسيا امرأة فرعون تركت الهيلمان والمواكب والقصور والكلام ده كله، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلم تركن آسيا في المجتمع القصوري بتاع فرعون إلى أن يكون لها كذا أو كذا. إذن ابن القيم يقول: ولا ينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا. فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. قال: ومن نظر في هذه الكلمات، ابن القيم يقول: ومن نظر في هذه الكلمات اللي هي النصائح والموضوعات المهمة اللي ذكرها في الرسالة، ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الورقات، علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهو الذي قصد مسطرها بكتابتها، وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. مسألة مهمة. ابن القيم بيقول لك في زماننا بل قبل زماننا الرفيق الصالح قليل، تمسك بيه، بس بيقول لك خلي بالك بقى، ممكن تتخذ رفقاء آخرون غير الأحياء. ما هؤلاء يا ابن القيم؟ رفقاء غير أحياء، نعم، قال الأموات من الصالحين، تتخذوهم رفقاء يساعدونك في السير إلى الله عز وجل. فابن القيم يقول: فلا يجد إلا معارضا مناقضا، أو لائما بالتأنيب معرضا أو مصرحا، أو فارغا من هذه الحركة معرضا، وليت كل ما ترى هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. فابن القيم يقول لك بقى رافق مين بقى؟ ابن القيم يقول لك خلي بالك، رافق الأنبياء وتعلم قصص الأنبياء. الله، ده الأنبياء أموات يا ابن القيم، ماشي الحال، لم نرهم بأعيننا يعني، وإن كانوا أحياء في قبورهم، ماشي الحال. يقول لك لا، رافق الأنبياء. يقول لك في خلق آخر ممكن ترافقه، رافق الملائكة. الله، ممكن رافق شيء تاني، رافق العلماء والصالحين الأموات، رافق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، رافق الصحابة، رافق صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود زنكي، رافق عبد الله بن ياسين ويوسف بن تشفين والمجاهدين الكبار، رافق فلان وفلان، رافق الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعية وأحمد. الله، كيف أرافق الإمام الشافعي رحمه الله وقد مات
ابن المبارك بقى، عبد الله بن المبارك يجيبك عن هذه المسألة. يقول ابن المبارك في زمانه، ابن المبارك ميت سنة 181، يعني في القرن الثاني الهجري، ميت سنة 181 يعني في القرن الثاني. فكان حريصا على القراءة في سير الصحابة والتابعين يعني. فأصدقائه تعجبوا له، قالوا اجلس معنا يا ابن المبارك. قال لهم إني أذهب فأقرأ في سير الصحابة والتابعين، فأنظر في سيرهم فأعمل بعملهم، بصاحبهم يرافقهم. لذلك القراءة في سير السلف الصالح من أعظم الأعمال الصالحة، ومن أعظم الوقود الذي يدفعك إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم يقول مرافقة الصالحين والمصلحين من الأموات. قال ومن أراد هذا السفر عليه بالاقتداء بالسابقين، ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء. رافق النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ سيرة النبي، رافق الأنبياء، تعلم قصص الأنبياء. نصيحة: عايز تصلح ابنك، حببه في الأنبياء وعلمه قصص الأنبياء. نريد أن نصلح الجيل، نقدم لهم القدوة النبي والأنبياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. فقد قال بعض السلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. مسألة 2: الحذر من مرافقة البطالين من الأحياء، اللي يكسر مقاديفك واللي يحبطك واللي يصرفك عن طاعة، لا تتبعه. قال وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات، أعمالهم أموات، همتهم أموات، أحلامهم أموات، أهدافهم أموات، أوقاتهم أموات. قال وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة، مرافقة الأموات الصالحين، وأوفق له من هذه المفارقة مفارقة البطالين والكسالى الأحياء. فما على العبد أضر من عشائره وأبناء عصره وأبناء جنسه، فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم، والسلوك أين سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخله معهم. فمتى صرف هو همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباه، إلى صحبة من أشباحهم مفقودة، ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم موجودة، استحدث لذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا. مسألة، اكتب هنا في هذه المسألة: فقه التعامل مع الخلق في أثناء السير. ابن القيم يديك مسألة جميلة جدا، يقول لك وانت سائر الله عز وجل هتلاقي في ناس يعني تحبطك، هتلاقي في ناس تأذيك بالكلام، هتلاقي في ناس تتهمك، هتلاقي في ناس تعارضك، في ناس جند للشيطان، شياطين الإنس والجن، هتلاقي في ناس طيبة. يعني كيف تعامل الناس في السير إلى الله؟ قال ابن القيم: يرى ما الناس فيه ولا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع، ويحضهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بمعنيين. نقيم لك في مسألتين عامل الناس بيهم ترتاح في الدنيا والآخرة: واحد، عين الناظرة بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي لهم الحقوق ويستوفيها عليهم. يبقى العين الأولى عين على أمر الشرع، تأمرهم بالخير. واحد بيسمع أغاني انهاه، واحد بيتعامل بالربا انهاه، واحد بيفعل أي منكر انهاه، واحد مقصر في أي واجب أمره بالمعروف وأشفق عليهم. عين تأمرهم بالخير. وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقد شر. العين الثانية عين الشفقة عليهم، يعني عين تاخد بإيدهم، إيد تاخد بإيدهم وتنصحهم، والإيد الثانية إيد يعني ترفق بهم ونحو ذلك. عين على أمر الله الشرعي تقيم شرع الله فيهم، وعين على أمر الله الكوني ترفق بهم ونحو ذلك. قال: وقد وسعهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، وقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلام من شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم، فهذا ما منهم إليه. دي مسألة، يعني خذ العفو، يعني خذ العفو، اقبل ما عفى من طباع الناس. مثال، مفيش حد بيختار والده ووالدته، مفيش حد بيختار أهله. فرضنا أنت التزمت في أسرة يعني أرستقراطية أو أسرة يعني وضعها الاجتماعي بتهتم بالمناصب والمناظر والكلام ده، في أسرة فقيرة، في أسرة بعيدة عن الدين. أنت في هذا خذ ما عفى منهم، ادعوهم إلى الله عز وجل. رفضوا، اقبل طبائعهم بس بشرط تنصحهم بعد ذلك. خذ العفو، وبيأذوك بالكلام خذ العفو. قال خذ العفو يعني ما عفى من أخلاقهم، خلاص حاولت تتغير ما فيش، اصبر وخذ العفو. وأما ما يكون منهم إليه فأمرهم بالمعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه وهو ما أمر الله به. أمرهم بالمعروف يعني صبر مع أمر بالمعروف. وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنه وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. اعرض عن الجاهلين، خذ العفو، وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. لما يؤذوك ما تردش الجهل بالجهل، لا ترد الجهالة بالجهال، لا، رد الإساءة بالحسنة. قال فأي كمال للعبد وراء هذا، وأي معاشرة وسياسة لهذا العالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة. فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفى من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث اللي هي خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. الثلاث مسائل دول، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، لو طبقت هذه القواعد الثلاثة ترتاح جدا في تعاملك مع المخالف وتعاملك مع الخلق. قال وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له، وإن شرا في الظاهر فإنه يتولد من الأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خيرا، وإن ورد في حالة شر وأذى. كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقد قال النبي صلى الله وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد تضمنت هذه الكلمات الآيات الكريمة مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما يسيء في حق الله وفي حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك يا رسول الله عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت فلا استشارة بعد العزم بعد ذلك، بل توكل وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. المسألة الأخيرة وبها نختم، وبهذا نكون ختمنا الرسالة إن شاء الله تعالى. أعظم أسباب الفلاح والنجاح وأعظم أسباب الفوز والتفوق والرقي والتنمية الاشتغال بالقرآن الكريم علما وعملا. قال فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله، وقال تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. دي المسألة رقم 7 بقى. أعظم شيء يساعدك على النجاح التخلق بأخلاق القرآن، الأخلاق. يبقى الموضوع رقم 7 زاد، وشيء يساعدك في السفر الله عز وجل التخلق بأخلاق القرآن. قال وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وهذا لا يتم إلا ب3 أشياء. يعني الرسول تأثر بالقرآن واشتغل بالقرآن حتى صارت أوامر القرآن أخلاقه، وحتى صارت نواهي القرآن ينتهي عنها، فصار خلقه حسنا عليه الصلاة والسلام وأحسن الأخلاق. أحدها أن يكون العود طيبا. دي فقه النفس بقى. أنت لازم تكون عندك رغبة واستجابة وطبيعة طيبة لقبول القرآن.
فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله، وقال تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وهذا لا يتم إلا بثلاثة أشياء. نذكر هذه الأشياء الثلاثة في حلقة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا والحمد لله رب العالمين.